قال هل يجوز الصلاة خلف إمام يكفر ولاة أمر هذه البلاد، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ صلوا الصحابة خلف الخوارج، وقد كانوا يكفروا عثمان ويكفروا كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوه بعد أن استحلوا دمه بالتكفير. وقد سئل عثمان عن الصلاة خلفهم، قال إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تسيئوا، صلوا خلفهم. فهم مبتدعة ضلال، فإن وجد إمام سني غير هؤلاء المنحرفين فيصلي الشخص خلفه، وإن لم يوجد إلا هؤلاء صاروا أئمة للمسلمين يصلون بالمسلمين، صلي خلفهم ولا شيء عليك. والناس لا زالت تصلي خلف الإباضية في عمان، هم تكفيريون لولاة الأمور، ولكن الدولة دولتهم الآن، صاروا هم الحكام وصاروا هم فالدولة التكفيريين الإباضيين في بعض الجهات موجودة. فالصلاة خلفه صحيحة ما لم تبلغ بدعته إلى الكفر، ولكن الصلاة خلف السنة أفضل، وهذا لا يختلفون فيه. وقد صلى الصحابة خلف أولئك الذين تمكنوا من البلاد وتمكنوا من المسجد، الخوارج الذين جاءوا من أمكنة مختلفة وجيشوا لهم الجيوش واحتلوا تلك البلاد واحتلوا المسجد النبوي، صلوا بالناس فيه، عثمان في البيت محبوس وإمامهم منهم، وما ترك الصحابة الصلاة، صبروا حتى أزالهم الله. إذا صاروا ولاة أمور استتب لهم الأمر، هم يصلون بالناس، صلي خلفه. وإذا كان واحد من هؤلاء الدوشان ما له معنى ولا هو لأمر، لا تصلي خلفه، اذهب انظر لك إمام آخر. وهؤلاء يصلى خلفهم تركا للفتنة حتى لا تحصل فتنة عليك، واصبر ما لم تبلغ بدعته حد الكفر كالرافضة، لا تصلي خلفهم، صلي في بيتك. وقد كان الصحابة يصلوا خلف الحجاج وهو عنده بدعة النصب، الحجاج مبتدع عنده بدعة النصب، وأكثر من مبتدع الحجاج سفاك للدماء، ومع ذلك الصحابة صلوا خلفه.